بنبدأ القصة بتاعتنا في مكان اسمه جزيرة سنتراس. الجزيرة دي كانت مكان جميل جدا وجذاب من كل النواحي. ده كان مكان بتتألق فيه الفخامة والرفاهية، كان موجود فيه كل شيء أي شخص يتمناه. ولكن برضه في أماكن زي دي كانت فيه أحياء هناك بشعة جدا، وبتحصل فيها كل الأمور القذرة اللي ممكن تخطر على بال أي حد. المكان ده بيكون فيه شخص عمال يصرخ: إياك والتفكير في الفرار حتى، لأن إحنا عارفين كل شيء. أبيل، هو أنت فعلا مجرد رجل؟ وعلاوة على كده انت يعني، ابعدوا عني، ابعد يا قذر، اياك تلمسني. بالظبط، كان كل اللي احنا سمعناه صحيح. الشخص اللعين ده طول الوقت كان امرأة، مش رجل أبدا. بس خلينا ننظر ليها عن قرب. وجهها ليس جذابا، ولكن مفيش أي مشكلة، جسمها يكفي. بقول لكم ابعدوا عني فلتبقوا بعيدين. بتطلع حتة الزجاجة دي وبتعورهم بيها. أيتها اللقيطة، ازاي تتجرأي؟ لو تحركتم لو قليلا حتى هقتلكم. طيب هتعملي ايه لو قربت منك وعملت كده؟ انا قبلت بيكي لان انا شعرت بالاسف نحوك لانك لم تحظى بوالدين ابدا، لكن انتي مش بتقدري اي نعمه احنا بنقدمها ليكي، عشان كده لازم تدفعي الثمن. انا شعرت بالاسف عليكي حتى لو توجب عليك العمل كمعلمه للاحذيه عشان تكسبي قوت يومك، ولكن واضح ان الجميل اللي انا عملته معاكي ما كانش ليه اي نفع، مش كده؟ وبعد كده الحقير ده بيقوم بضربها. انا هديكي فرصه اسبوع، اذا لم تدفعي رسوم الحمايه المستحقه قبل الاسبوع المقبل وقتها انت هتدفعي تمنها بجسمك، وهتضطري ان انت تتعاملي مع الرجال. وبعدها بكام يوم في مكان تاني، البنت دي كانت بتشتغل ملمعة أحذية. بتقول في نفسها: أعمل إيه دلوقتي؟ ما تبقاش ليا غير يومين، لازم إن أنا أحصل على المال بأي طريقة. لو فعلا جروني إلى بيت دهارة هعمل إيه؟ وقتها أنا لازم أقتل نفسي. الرجل اللي كانت بتلم عليه الحذاء بيقول: أنا بس بفضل الموت، علي الإمساك بيد تلك المرأة لوكسيتا قبل الدخول إلى قاعة الاحتفالات. إيه ده؟ إيه الهراء ده؟ هذا الشخص لا يمكن أن يكون سيزار بونابرت. بتتفاجئ لما بتشوف وجه الشخص اللي قدامها ده في الصحيفة اللي أنا كنت بقرأها. النجم الأكثر سطوعا بين نبلاء سنتار العظماء وبطل العديد من الشائعات الخبيثة كان اسمه سيزار بونابرت. أخيرا قابل شركته المقدرة لي، والجائزة الكبرى هي الابن الصغير لعائلة ديلا فالي، لوكريزا دالي. وبناء على اتفاق الزواج الذي تم بين العائلتين في الماضي، فهي والخليفة الوحيد لعائلة بونابرت سيزار هما اللي جذبوا انتباه العامة. لوكسيدا دي كانت شخص بتحب جدا سيزار، وكانت متعلقة بيه لأقصى حد. احتني الكلام اللي في الجرائد ده، كل يوم بيتفوهوا بالهراء. أنا عارف كويس جدا أي نوع من النساء هي، مش هتسكت إلا لما تحصل على الشيء اللي هي عايزاه، مش كده؟ أنا مش مخطئة؟ أيوه، هو ده سيزار بونابرت. لم أظن أنني سأرى هكذا رجل عظيم في ساحة سانسيليا أبدا. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ هل يجب أن أخبره بوضعي وأطلب منه إن هو يساعدني؟ ممكن وقتها يشفق عليا ويلقي بعض العملات الذهبية ليه. كما هو متوقع، أنا لازم إن أنا ألتزم بالخطة. سيدي، هو أنت تقصد تلك المجنونة؟ أنت لست جدا، مش كده ولا إيه؟ طب قولي، أنت عندك أي فكرة أفضل؟ خلينا نعثر على فتاة جيدة ونبيعها لديلا فالي. بتقول في نفسها: الفرصة دي الفرصة دي مش هحصل عليها مرتين، قد تكون هذه هي فرصتي الأخيرة. فلتقم ببيعي من فضلك، سأخذ أغلى سيدة في سنتار. طبعا بيتصدم لما بيشوف الرجل اللي قدامه ده، أو اللي هو أصلا فاكره إن هو رجل. إيه ده؟ هو أنت بنت؟ أنت بتعملي إيه أصلا؟ أيمكن لملمعي الأحذية التمييز بين الناس والأحذية الآن؟ أنا لست قوادا يا ملمعة الأحذية، واضح إن أنت فاهمة غلط. أنا مش مخطئة أبدا يا سيد سيزار، أنا اسمي أبيل. لا لا، أنا اسمي أديل بيبي. أنا بس كنت عايزاك تعرف إن أنا اللي أنسب للدور ده، الذي توده أكتر من أي شخص تاني. هو أنت واثقة من أنك تعرفين الشيء اللي أنا عايزه؟ أنت بحاجة إلى ابنة مزيفة لعائلة بونابرت حتى تتزوج من عائلة ديلا فالي بدلا منك، مش كده ولا إيه؟ مين اللي أخبرك بالشيء ده؟ أنا قرأت الصحيفة للتو وقمت بتخمين الأمر ده. لا يتضمن اتفاق الزواج الذي أعلنته عائلة ديلا فالي سوى اسم العائلة، ولم يتم تحديد من سيلتزم به. لقد ظننت أنك لو اشتريت فتاة وادعيت أنها ابنة بونابرت المخبأة فستتخلص من التزامات الزواج المدبر ده، مش كده؟ السبب في أنه يجب أن تكون امرأة هو لأن عائلة ديلا فالي لديها ابن لا يزال عازبا. إيه ده؟ تخمين ذلك بمجرد قراءتك للصحيفة أمر مذهل جدا. جود، كف عن قول ذلك، فكل ذلك مضيعة للوقت. إن عائلة ديلا فالي هي عائلة عريقة من العلماء. إنه ليس مكانا حيث يمكنني بيع ملمعة أحذية بوسعها القراءة والكتابة بالكاد. ولكن ماذا لو كان بوسع القيام بأكثر من القراءة والكتابة فقط؟ هو أنتِ كويسة؟
مش كده وبس، أنا كمان أقدر إن أنا أتكلم بلغات تانية. أين اتعلمت اللغات الأجنبية؟ لقد قرأت كتبا في المكتبة المدنية وتعلمت بعضا مما يقوله الأجانب. تعلمتِ؟ أشعر كأنني أتعرض للسخرية من حكام البحار. إذا يعني؟ إذا إيه؟ أنت عايزاني أعمل لك إيه بالظبط يا آنسة إدل؟ مهما كنت ذكية، حتى لو قررت إن أنا أخدك وأبيعك، مش لازم حتى على الأقل تكوني جميلة؟ للأسف، أنت تم استبعادك تماما من اختياراتي. هو بعد كده بيقوم وبيمشي بالشكل ده وبيسيبها. استنى بس شوية. وفي الآخر بتخلع القبعة اللي هي كانت بترتديها بالشكل ده. ها إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ طبعا بيتصدموا من المنظر اللي هما شايفينه. ها قولي، أنا لسه مستبعدة من اختياراتك؟ طبعا وقتها بيلاقوا بنت جميلة جدا. سيدي، أنت هتعمل إيه؟ هتاخدها معاك البيت وهتقول إن هي أختك وتزوجها من العائلة دي بدلا منك؟ ولكن إحنا لو نظرنا عن قرب فإن شعركم انتوا الاتنين يبدو متشابه. هو مش كده وبس، حتى عيونكم انتوا الاتنين متشابهة تماما. أليس هذا مثاليا يا سيزار؟ هو بعد كده بيقول لها: هو أنتِ نبيلة؟ لا أبدا. هو بالنسبة لوالديك أن تطرح هذا السؤال على بنت يتيمة؟ هم. طيب، أنا دلوقتي فعلا عندي فضول. لا تبدين كحمقاء كفاية حتى لا تعرفي أنك قد تتعرضين للقتل لو تم الإمساك بك. قولي لي بقى، لسه عايزة الموضوع ده؟ أيوة أنا لسه عايزاه، لأن أنا جائعة وعايزة إن أنا آكل. طيب، ما يهمنيش. أعتقد إن الأمر هيجدي نفعا. أنا سيزار، سأقوم بتوديعك إلى المكان الذي يتوكلان إليه حتى نلتقي مجددا. بيكون مصدوم وبيقول في نفسه: حتى أنها تعرفت على اقتباس من مسرحية دورانتي. يبدو أنني عثرت على امرأة مفيدة جدا. طيب، فلتأتي إلى قصر بونابرت غدا صباحا. وبعد كده في المساء. أنا لسه عاجزة عن تصديق الشيء ده. لقد قبل سيزار بونابرت بعرضي. أنا مبقتش قلقانة بشأن بيع، ولكن أديل، بتفتكر حاجة حصلت بينها وهي وصديقتها، صديقتي الوحيدة. لم أتمكن من إخبار كلاريس بذلك حتى. لقد أردت إخبارها أولا، ولكن لابد أنها مشغولة مجددا اليوم، ولكنني تركت رسالة ليها. مش كده ولا إيه؟ إيه ده؟ مين اللي جايلي في الوقت المتأخر ده؟ لا مستحيل. أنا كنت عارف إن الشيء ده هيحصل. لقد جئت لتفقد الأمر، وانظري إلى الشيء اللي أنا اكتشفته. أتنوين الفرار دون دفع رسوم الحماية حتى. فلتأتي برفقتي أيتها الحقيرة فورا. يلا تعالي معي. سيبني، بقولك سيبني أذهب. سيبني أيتها الحقيرة المجنونة. عودي إلى هنا الآن. يلا دلوقتي. إلى أين تظنين نفسك ذاهبة؟ تعالي هنا يا حقيرة، بقولك تعالي. بتقوم بالهرب وبتفتكر الشيء اللي حصل بينها هي وسيزار. أنا هطرح عليكي سؤال أخير. لابد أنك على دراية بأنك قد تتعرضي للقتل لو تم الإمساك بك. فلما لا تزالين تمضين قدما في هذا الأمر؟ بتقول في نفسها: أنا ما عنديش أي مشكلة إن أنا أموت، ما دام بوسع الفرار من هنا. بما أنني تنعمت بفرصة لفعل ذلك، أنا مش هضيعها أبدا. فأنا على استعداد للتضحية بحياتي عن طيب خاطر من أجل ذلك. هو بعدها بيوم: مرحبا بك أنسة أديل، لقد كنت بانتظارك. أنا إرنست، رئيس خدم قصر بونابرت. تفضلي هنا بالدخول. السيد بانتظارك بالداخل. هو بعدها سيزار بيقول لها: تبدين في حالة يرثى لها. هي أختي العزيزة، لما جئتي إلى هنا وأنت مبللة بالشكل ده؟ يلا، هي ريت تسرعي وتخبري شكيكك بالأمر ده. طبعا بيقول لها الكلام ده بكل سخرية، لأن هي المفروض جت المنزل ده عشان تمثل إن هي أخته. العجوز نينو، ثم رجل عجوز يدير كشك تلميع الأحذية في كيمورا. هو كان بيطاردني لأنني لم أدفع رسوم الحماية. أنا متأكدة من أنه ذلك العجوز. هو ميت دلوقتي. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ لقد أمطرت بغزارة الليلة، مش كده ولا إيه؟ وبسبب هطول الأمطار بغزارة سمعت أنه قد انهار منزل في كيمورا. من الشائع وقوع حوادث كتلك في الأحياء الفقيرة. إنه ليس شيئا غير عاديا. إذا قولي لي، في أي شخص غيره بقى بيزعجك؟ إيه؟ لا أبدا. هو بالشكل ده بتعرف إن الرجل اللي قدامها ده خطير جدا. خلاص، ما بقاش في أي حد بيزعجني. آه، يعني رأيك إن إحنا نكتفي بالقدر ده؟ بتقول في نفسها: هو يقصد إيه بالظبط؟ إنه يتصرف كأنه يعرف كلاريس. ما تقلقيش، ما دمتي لن تنحرفي عن الخطة مفيش داعي أبدا إن انتي تقلقي. لقد تم تسوية الوضع تقريبا، عشان كده خلينا ندخل في صلب الموضوع دلوقتي. الهدف هو زي ما انتي عارفة، ستغوين وتتزوجين من ابن عائلة دي لافالي. هو بجسمك وتفكيرك وحديثك حتى أطراف يديك وقدميك يجب أن تصبحي ابنة مثالية لبونابرت، وتخضعي دائرة فرنانتي الاجتماعية بأكملها. آه، فترة التجهيزات هتكون 3 شهور. إذا لم تصبحي آنسة تستحق موافقتي خلال الوقت ده،
فسيتم إلغاء الخطة تماما. بتقول في نفسها: إلغاء؟ لو فشلت الخطة فهل ذلك يعني أنه سيتم التخلص مني كذلك؟ أتساءل عما إذا كان سيتخلص مني ولا وهيقتلني. طيب فهمت. ألا يصير كون المدة 3 أشهر أي استفسار عندك؟ هو ده بيصادف ذلك حفل عيد ميلاد المعلم، مش كده؟ بالظبط كده، زي ما توقعت. انتي ماهرة في استنتاج خطتي من مقالات الصحف فقط. واضح انك على دراية بشؤون عائلتي أكتر مني كمان. أظن أن هناك سبب آخر. يعني ممكن تكون انتي مهتمة بيا، عشان كده بتقرأي كل شيء عني في الجرائد، مش كده؟ هو شكلك مهتمة بيا، مش كده؟ اسمعي، أنا بتفهم الشعور ده جيد جدا. بالنسبة لبنت ريفية زيك لا تملك سوى وجهها، فقد أبدو كأنني منقذ ليكي من نوع ما. هو بالشكل ده انتي متمسكة جدا بيا. أنا هقولك حاجة واحدة بس: إن المجيء إلى غرفتي في منتصف الليل غير مقبول تماما، عشان لو بتفكري في أي حاجة في دماغك تنسيها تماما. آه أنا بشكرك على نصيحتك، بس أنا بصراحة مش مهتمة بيك أبدا. بتقول في نفسها: أنت وسيم، ولكنك تبدو مجنونا قليلا. آه تعرفي إن أنت تعبيرك فعلا يستحق المشاهدة. يجب أن يحدث ذلك في الواقع أيضا. طيب، أنا هتذكر الشيء ده سيدي، بدلا من سيدي يقدر بك منادتي بأخي دلوقتي. آه تمام يا أخي. ماشي يا أختي الصغيرة. هو من الآن أنت أديلاند بونابرت، فهمتي؟ وأصغر مني ب5 أعوام. لقد عشت على الجانب الآخر من البحر في كابول البعيدة، وظننت أنك مجرد فتاة من العامة، ولكن لسبب ما انتهى بيك المطاف هنا لوحدك. بتقول في نفسها: أينوي توضيح السبب في كوني أصبحت من عائلة بونابرت؟ وهل الرئيسة متورطة في هذه الخطة كذلك؟ بصفتها جدة سيزار ورئيسة البرلمان إيفا بونابرت، إذا لم توافق فمن المستحيل أن تبدأ هذه الخطة أبدا. لا، لسوء الحظ يبدو أن سيدتنا إيفا تتطوق لرؤية ابن حفيدها أكتر. هي بتستعد للترحيب بعزيزتها لوكازيا بصدر رحب في الواقع. لقد كانت الرئيسة داعمة للزواج. قوليلي، في أي أسئلة تانية عندك؟ لعل الأهم لم تستفسري عنه بعد. وإيه هو الشيء المهم؟ والدي. إذا كنت ستدعين أنك شقيقتي الصغيرة، ألا يجب أن تعرفي ذلك بطبيعة الحال؟ أنت ليه ما سألتيش عن الشيء ده؟ بتقول في نفسها: هناك من لا يدري عن تلك الشائعة. لقد كانوا والدي سيزار مفتونين ببعضهم البعض. لقد تخليا عن عائلتهما. ومش كده وبس، هما كمان تخلوا عن ابنهم الصغير. أنا سمعت إن هما رحلوا عندما كان أخي في ال7 من عمره. هم. واضح إن شرح المزيد ليس أمرا ضروريا. فلنقل فقط إن والدي كانوا مفتونين ببعضهما مجددا وأنجباكِ. هذا يكفي اليوم. لقد دبرت لك خادمة تنتظرك بالخارج، عشان كده اتبعيها. أديلاند بونابرت. أتمنى في المرة القادمة التي نلتقي فيها أن أرى مظهرا أكثر أنوثة. وبصراحة أنا بتطلع إلى تغييرك. ها، أوعدك إن أنا هبذل كل جهدي. ده شرف ليا إن أنا أخدمك يا أنسة أديلاند. أنا إيبوني كورير، لقد تم تعييني لأصبح خادمتك الشخصية. يمكنك البقاء في هذه الغرفة من الأنف صاعدا. ربما لم يكن بونابرت مسرفا للغاية لأنه يميل إلى تجنب الرفاهية، ولكن أتمنى ألا تشعري بعدم الارتياح ببقائك هنا. تبدو متواضعة إلى حد ما بالنسبة لغرفة آنسة. إيه؟ متواضعة إزاي يعني؟ لا تترددي في التحدث بكل أريحية رجاء سيدتي. تمام. دروس الآداب خاصتك ستبدأ من الغد. إذا أصبت بنزلة برد فسيصبح ذلك مزعج جدا، عشان كده رافقيني رجاء. تعالي هنا، أنا هساعدك في الاغتسال سيدتي. لا أبدا، مفيش مشكلة، يمكنني القيام بذلك بنفسي. لا تستحمي النبيلات بمفردهن أبدا، وده جزء من التعليم كذلك، عشان كده قومي بالتباع رجاء. أيوة، ولكن ما أقوله ليس طلبا سيدتي. طيب ماشي، اديني بس دقيقة واحدة. وبعد كده بتقلع ملابسها بالشكل ده. أنستي، بتلاقي جسمها عبارة عن كدمات بس. الكدمات تتلاشى بسرعة، أعلم ذلك لأنني تعرضت للضرب عدة مرات. إنها لا تترك أثرا، عشان كده صدقيني. قوليلي، هو أنت هتبلغي السيد عن الشيء ده؟ بتقول في نفسها: ماذا لو قرر إنهاء العقد بسبب جزرة جسدي؟ هعمل إيه؟ اسمعيني، العقد اللي بينك وبين السيد سيزار يمتد إلى زواجك من ديلا فالي. حتى يحين ذلك، ما دام لم يمسك بيك سيد ديلا فالي الشاب، فيقدر بالأمر أن يكون على ما يرام. آه الحمد لله. بالرغم من أن الجروح ليست خطيرة أبدا، فما زلت بحاجة إلى التركيز على تعافي جسدك. وأنا هقولك الشيء ده مرة تانية: لقد أصبحت فردا من عائلة بونابرت يا آنستي. من الناحية التانية، إذن كيف صار الأمر مع أختي الصغيرة؟ ليست بصحة جيدة، ثم آثار كدمات تكتسح جسدها. هل الأمر كذلك؟ إن اللآلئ ذات الندوب ليست لها قيمة كبيرة. إنها كدمات من شأنها أن تشفى إذا تم علاجها باستمرار. ستصبح جميلة للغاية إذا اكتسبت القليل من الوزن. تمام، ما زالت جميلة الآن، مش كده ولا إيه؟ من المؤسف أنها شقيقتي الصغيرة.
هو إلا كنت يعني. سيدي الشاب، أنت بتقول إيه؟ ما تقلقيش، أنا فعلا مش ناوي أبدا إن أنا ألمسها. على أي حال إنها مجرد امرأة سأتخلص منها بمجرد تسوية التحالف ده كده. وبعدها تاني يوم، لقد استيقظت مجددا كالعادة حين وقت عودة القوارب بالفعل. عندما يحين ذلك الوقت، فإن القوارب التي خرجت لصيد الأسماك طول الليل تعود إلى الميناء. وقتها كان بعض الصيادين يتبرعون بالأسماك التي يعجزون عن بيعها. لقد اعتدت على الاستيقاظ مبكرا كل صباح وأتجول في الميناء على أمل. أنا دلوقتي عاجزة عن تصديق أنني أعيش هكذا حياة فاخرة دلوقتي. أتساءل عما إذا كان بوسع أن أبلي حسنا في المستقبل. لا أظن أنه يمكنني الخلود إلى النوم مجددا، مش كده؟ طبعا مش بيجيلها نوم في المكان ده، وبتفضل إن هي تقرأ الكتب. آنستي، لقد استيقظت بالفعل. قولي لي، حظيت بنوم هنيء؟ لا أبدا، لقد استيقظت مبكرا قليلا فقط. قولي لي، أنا المفروض إن أنا أعمل إيه اليوم؟ واضح إن أنتِ متحمسة جدًا يا آنسة، ستصبحين مشغولة للغاية من اليوم فصاعدًا دون راحة. قبل كل شيء، خلينا الأول نتناول الطعام، وبعد كده بتحضر ليها مائدة طعام كبيرة جدًا. اتفضلي بالجلوس، أثمة أطعمة تفضلينها؟ أنا لا أحب أي شيء فاسد، ولكنني لا أمانع أي شيء آخر. لا تبدين صعبة الإرضاء في تناول الطعام، دي من مميزات الآنسة الجيدة. آداب المائدة هي إحدى الصفات الأساسية للنبلاء. هذه هي أساسيات الأساسيات. فلتستخدمي أدوات المائدة من الخارج إلى الداخل. فلتجلسي باستقامة وارفعي رأسك. لا تضعي مرفقيك على الطاولة. وضعي يديك في الأسفل أثناء تناول الطعام. واو، انت كده كويسة جدا. ودلوقتي يلا تفضلي وتناولي الطعام. ودلوقتي فعلا بتتناول الطعام. بتلاقي إن ده أحسن أكل كلته من ساعة ما اتولدت. بتقول في نفسها: لحم البقر مع الجرجير والكرفس، مكرونة لينجويني مع المكاريل وأذان البحر، سمك الراهب الملفوف في البطاطس مع صلصة الطماطم. واو، تام، تطابق تام جدا. أنا مش عايزة إن أنا آكل، أنا عايزة إن أنا ألعق الصحون. بس ثواني، هو أنا عملت إيه؟ هو أنا أكلت مثل المتشردين ولا إيه؟ تبدين بارع للغاية في تناول الطعام. يستحسن بك تناول 4 وجبات يوميا على الأقل. فبعد كل شيء، تحتاج الأنسة إلى بعض اللحم الذي يكسو عظامها. واو، رائع جدا. ده أصلا الشيء اللي أنا كنت بتمناه. ودلوقتي أنا هاخدك في جولة حول القصر تاليا. دي بتكون غرفة الدراسة، ودي بتكون غرفة المؤتمرات، ودي الصالة الطويلة، ودي غرفة البلياردو. المنطقة المركزية في الطابق الأول هي غرفة دراسة السيد الشاب. إذا قمت بزيارة غرفة دراسة السيد الشاب، فلتحرصي على الدخول بعد طرق الباب. دي بتكون قواعد القصر. طيب، أصمت أمر آخر يقدر بي توخي الحذر منه؟ أظنه يستحسن بي إخبارك بذلك الجزء الآن. ثم 6 أفراد يعرفون خطتك مع السيد، ومن بينهم أنا. ومع ذلك خلال بضعة أيام سيصبحون 7. وذلك الشخص يكون السيدة فلافيا، التي ستعلمك آداب الآنسة. هي صارمة جدا، ولكنها الأبرع في مجالها. عشان كده قومي بتنفيذ تعليماتها بعناية رجاء. تمام، أنا هعمل الشيء ده. بالمناسبة، كيف يقدر بي تحية السيدة عندما أقابلها لأول مرة؟ بالتفكير في الأمر الآن، فيقدر بيك تعلم طريقة إلقاء التحية. فلتمسكي تنورتك بالشكل ده، وظهرك مستقيم، واتني ركبتك شوية. يجب أن تحني رأسك فقط. آه، بالشكل ده. هو انت فعلا سريعة التعلم. وبعدها في المساء، شكرا جدا ليكي على عملك الشاق. عسى أن تحافظ حاكمة البحار على آنسة ليلى. شكرا جدا ليكي. ايه الهدوء يسود في المكان هنا. الضوضاء اللي أنا كنت متعودة إن أنا أسمعها يوميا ما بقتش موجودة. ما بقتش قادرة أبدا إن أنا أسمعها دلوقتي. ثم عالم يسوده السلام. كانت هناك أيضا حياة. كان من الطبيعي فيها تناول الطعام الدافئ والخلود إلى النوم بكل هدوء. وبعد كده بتحلم بشيء. أديل، 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 استيقظي. ايه ده؟ آنستي، يا آنستي، لقد طرأ أمر ما. يجب أن تتحركي بسرعة دلوقتي، لأن السيدة فلافيا قد زارت القصر فجأة دلوقتي. ودي كده بتكون نهاية الحلقة. لو عجبتكم قولوا رأيكم ايه.